مرتضى منصور عايز فلوسه. مرتضى منصور بيطالب نادي الزمالك بفلوسه. قال لك انا جالي تبرعات من المستشار تركي آل الشيخ 151 مليون اتبرعت بيهم لنادي الزمالك فانا عايزهم، وقال لك كمان دفعت تبرعات لنادي الزمالك ب 30 مليون انا عايزهم. امال كنتوا بتعايروا الاستاذ ممدوح عباس ليه؟ كنتوا بتهاجموه ليه؟ كنتوا قاعدين بتقولوا له عيب ان انت تدفع فلوس لنادي الزمالك وبعد كده ترجع تطالب بيها نادي الزمالك ليه؟ مع ان الفلوس اللي مرتضى منصور بيطالب بيها نادي الزمالك دي كانت تبرعات. ايوه كانت تبرعات زي اللي كابتن محمود اخدها وحطها في خزينه نادي الزمالك هي والساعات وسلمها لصندوق تحيا مصر. طب هنا كابتن محمود الخطيب على الاقل سلمها لصندوق تحيا مصر، اتبرع بها للبلد هي والساعات. طب انت بقى لما تاخد فلوسك من نادي الزمالك هتعمل بها ايه؟ طب كنتوا بتهاجموا كابتن محمود الخطيب ليه؟ كنتوا عاملين لنا صداع ليه؟ كنتوا عاملين لنا خرم في دماغنا ليه؟ واعلام الزمالك كان بيهاجم ممدوح عباس ليه ويقول له فين الوطنيه وفين انتمائك لنادي الزمالك، ومرتضى منصور يقعد يدينا قصص وشعائر لحد صلاه الفجر على قناه نادي الزمالك. كان ليه؟ كان ليه يا جماعه؟ ومازال مسلسل الاستفزازات بتاعت وليد فراج شغاله. وليد فراج كل يوم بيطلع على قناه MBC اكشن يقعد يستفز في الاهلي والاهلاويه وهنكسب الاهلي ولو كسبنا الاهلي هطلع اقول كفايه حرام، وكلام ملوش اي اساس من الصحه او ملوش اي علاقه بالواقع اللي احنا عايشينه. صلوا بقى على النبي كده في البدايه، قولوا عليه الصلاه والسلام. طبعا عزيزي المشاهد، لو بتتابعني مين على الفيسبوك اعمل لايك واعمل شير للفيديو واعمل له متابعه، ولو بتتابعني مين على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. ومساء الفل. مساء الفل على كل اخواتي وحبايبي المحترمين اللي بيتابعوني. تعال نبدا حلقتنا بالاعلام الجميل اللذيذ الظريف استاذ وليد فراج، اللي كل يوم لازما يطلع ينكشنا، لازما يطلع يستفزنا عشان نرد عليه. حاضر يا سيدي، انت تطلع تقول تصريحات عشان احنا نرد عليك، ولكن احنا هنرد عليك. بس انا عايز اسال سؤال يا جماعه، هو ليه الاهلي تعب الناس دي كلها؟ هو الاهلي اصلا في سكتهم في ايه؟ الاهلي في سكه الاعلام السعودي في ايه؟ الاهلي ما وقعش مع اتحاد جده والله يا جماعه. اتحاد جده لو كسب هيواجه الاهلي قاعد زي الباشا كده يا جماعه، قاعد زي الباشا كده، قاعد متمعظم وباله رايق والدنيا جميله معاه، قاعد مستني اللي هيكسب من اتحاد جده واوكلاند سيتي عشان يقابله. يعني الراجل قاعد زي الباشا، انا قاعد زي الباشا مستني الفايز، مش مستنيك انت كاتحاد او انت اللي مستنيني، لا ده انا اللي مستني الفايز. انت لسه ما فزتش عشان تقعد كل شويه تجيب في سيره الاهلي. فاهمين معنى اللي انا بقوله ولا مش فاهمين؟ في فرق بين واحد مستني وواحد بيجري عشان يكسب عشان يروح يلاعب اللي مستني. اسمع استاذ وليد فراج طلع قال لك ايه؟ قال لك الاهلي سيخسر من اتحاد جده في كاس العالم للانديه، هذا شيء طبيعي في ظل تاريخ المواجهات بين الفريقين، ولو فاز الاتحاد على الاهلي المصري ساضع عنوان كفايه حرام. في يا عم وليد، في يا عم وليد، هو الاهلي رعبكم كده ليه؟ ما انت كتر كلامك عن الاهلي اثبتت لنا ان انت خايف. ايوه انتوا خايفين، انتوا مرعوبين يا جماعه. هو الاهلي عامل لكم خرم ليه يا جماعه في دماغكم؟ ده انتوا مهتمين بالاهلي اكتر ما مهتمين بالبطوله، اكتر ما مهتمين بالسيتي. ده انتوا حسستونا ان انتوا لو فزتوا على الاهلي اخدتوا كاس العالم للانديه، دي بالنسبه لكم بطوله لوحدها. لا بجد الاهلي رعبكم قوي كده ليه يا جماعه؟ وبعدين يا استاذ وليد هقولها لك تاني، كل اللي انت بتعمله ده بيثبت لي والله العظيم بنسبه 70% ان نادي اتحاد جده ما هيعدي من اوكلاند سيتي، ولو عدى من اوكلاند سيتي احساسي سبحان الله هتبقى فضيحه في السعوديه على ارضكم وسط جماهيركم، هتبقى فضيحه من الاهلي للاتحاد. سبحان الله، انت اللي طلعت بلسانك قلت الاهلي كان داخل خناقه مع الهلال السعودي بايد واحده ومجبس الثانيه وكسبك 4. الاهلي داخل خناقه مجبس ايد وبيلعبك بايد واحده وكسبك 4. انت اللي طلعت قلت الكلام ده بلسانك عن النادي الاهلي، يعني انت اكتر واحد عارف في الاهلي. طب ليه؟ ايه غير احوالك؟ ايه غير احوالك من النادي الاهلي؟ ليه يا جماعه انتوا يعني ليه حاطين الاهلي في دماغكم؟ الاهلي مش في سكتكم والله، الاهلي نادي كويس محترم، الاهلي ما بيتكلمش كتير، الاهلي بياخد حقه في قلب الملعب،
الاهلي لما بينزل يلعب ماتش ان كسب بنسقف له، ان خسر بنقول له هارد لك وبيبارك للمنافس وخلاص، والموضوع خلص وانتهى. ماتش كوره، ماتش كوره يا سيدي، والله ما خناقه عشان كل يوم تطلع تقول لي الاهلي هيخسر، هنكسب الاهلي، ده الاتحاد فاز على الاهلي قبل كده. يا عم الاتحاد كل يوم بيفوز على الاهلي، اكسبوا يا عم في كاس العالم، اطلع اتكلم بعد الماتش لو عديت ولعبت الاهلي. سبحان الله، انا حاسس ان الاهلي هيديكوا درس عمركم ما هتنسوه، حاسس ان الاهلي هيكسر نفسيكم والله بعد كل الصفقات اللي انتوا بتعملوها دي. حاسس ان الاهلي هيجي يرقعكم 3 ولا 4 في كاس العالم للانديه وهتبقى فضيحه. سبحان الله، ده لو عديتوا اصلا. تعالى بقى عزيزي المشاهد نروح لحاجه مهمه قبل ما نروح لمرتضى منصور اللي قال لك انا عاوز الفلوس بتاعتي. تخيلوا كده يا جماعه، نفاذ جميع التذاكر المتاحه لجمهور الاهلي لمباراه السوبر الافريقي اقل من 10 دقائق بعد طرحها. يعني التذاكر بعد ما انطرحت اقل من 10 دقائق يا مؤمن التذاكر خلصت، التذاكر خلصت. عشان كده اتحاد جده والاعلام السعودي خايف من النادي الاهلي. ليه بقى؟ لان كاس العالم للانديه هيتلعب يا جماعه في السعوديه، والسوبر الافريقي هيتلعب في السعوديه. تخيل ان الملعب هيبقى كده اهلي، مدرجات الاهلي هتبقى كده، وهو ده اللي مقلقهم، وهو ده اللي مخوفهم، هو ده اللي مخوف اتحاد جده. ما شاء الله على شعبيه الاهلي. ويجي واحد يقول لك هو الاهلي عنده شعبيه؟ يا ابن حبيبي، يا ابن حبيبي، الماتش هيتلعب في السعوديه السوبر الافريقي بعد ما الكاف اعلن ان خلاص طرح التذاكر في السوق، بعد منها ب 10 دقائق خلصت، اقل من 10 دقائق خلصت. فعشان كده الناس كلها مرعوبه من الاهلي، لان شعبيه الاهلي هي قوه الاهلي، شعبيه الاهلي هي قوه الاهلي. وما شاء الله الاهلي عنده شعبيه في كل مكان. يا جماعه يا جماعه، ده الاهلي وهو بيلعب الوديه بتاعته في النمسا كان عنده جمهور، كان عنده مشجعين ما شاء الله، تملى مدرجات ما شاء الله. هو ده الاهلي يا جماعه. تعالى بقى نروح لمرتضى منصور اللي طلع قال لك انا عاوز فلوسي. طب فلوس ايه يا عم اللي انت عايزها؟ قال لك ما هو اصل تركي آل الشيخ كان متبرع لي بفلوس عشان ادفعها مثلا الصفقات بتاعه الزمالك او مرتبات صفقات نادي الزمالك، فانا اتبرعت بها نادي الزمالك، او كان مديها لي لنفسي يا سيدي وانا اتبرعت بها نادي الزمالك، فانا عايزها. انا عايز 151 مليون، وكمان في 30 مليون انا اتبرعت بيهم. طب هنا يا جماعه سؤال بيطرح نفسه، هو انتوا ايه مشكلتكم مع ممدوح عباس؟ او اعلام الزمالك كان مختلف ليه مع ممدوح عباس؟ بسبب الحجز. طب ما الحجز ده بيطالب بحقه. ما انتوا كنتوا تطلعوا تقولوا يا جماعه هو في واحد زملكاوي بينتمي للنادي يحجز على النادي ويزنق النادي ويرجع يقول لك انا عايز فلوسي اللي اتبرعت بيها نادي الزمالك؟ والله عيب. طب ما هو عيب برضه عليكم، عيب عليكم. ده انتوا كنتم بتقولوا للكابتن محمود الخطيب ليل ونهار الصداع اللي انتوا كنتوا عاملينه للناس على قناه نادي الزمالك، اين فلوس تركي آل الشيخ يا خطيب، واين الساعات يا خطيب؟ مع ان الراجل سلمها في خزنه نادي الاهلي وخدها من خزنه النادي الاهلي حطها في صندوق تحيا مصر. الدور والباقي عليكم، الدور والباقي عليكم بجد. مش مكسوفين يا جماعه؟ هو ما عادش في حد بينكسف؟ ما دي قله كسوف لما انا اطلع اهاجم في كابتن محمود الخطيب ليل ونهار واقول له رجع الساعات واين اموال تركي آل الشيخ، وادخل نفسي في قضيه ما هيش قضيتي، واخش انا اتكلم بلسان تركي آل الشيخ ليه؟ ما هو يطالب بحقه، هو كان اولى ان هو يطالب بحقه. ولكن احنا نصبنا نفسنا او انتوا نصبتوا نفسكم درع وسيف لكابتن محمود الخطيب، مع ان مفيش الكلام ده. دي هديه الناس تاخدها ما تاخدهاش، الناس ترميها على الارض تولع فيها، هم احرار. لكن انتوا نصبتوا نفسكم ان انتوا درع وسيف لكابتن لتركي آل الشيخ ضد كابتن محمود الخطيب. طب انت النهارده بتعمل ايه؟ ما انت النهارده عملت الاسوأ، مع ان كابتن محمود الخطيب ما عملش الكلام ده، مع ان كابتن محمود الخطيب خلص من الحاجه دي. انت النهارده طالع بتقول انا عاوز ال 151 مليون. ليه؟ بمناسبه ايه او بناء عن ايه تاخدهم؟ مش انت راجل صاحب مبدأ وصاحب قضيه ان التبرعات دي ما ينفعش ان انت تاخدها، وطلعت قلت الكلام ده على قناه نادي الزمالك؟ ولا هو يا جماعه اي حاجه للاهلي تبقى حرام واي حاجه لنادي الزمالك او تخص مرتضى منصور تبقى حلال؟ فين اعلام نادي الزمالك يا جماعه اللي ما عادش بيطلع على قناه نادي الزمالك؟ اين خالد الغندور؟ اين طارق يحيى؟ اين ايهاب الفولي؟ اين صبحي عبد السلام؟
اين خالد منتصر ولا منتصر الرفاعي؟ فين خالد منتصر؟ فين الناس دي كلها؟ فين كريم ابو حسين جده محمد رجب؟ فين يا جماعه اللي كنتوا بتهاجموا كابتن محمود الخطيب كأن كابتن محمود الخطيب ده بيلعب في الشارع، كل واحد قاعد مش لاقي حاجه يعملها يطلع على قناه نادي الزمالك يقول لك يا خطيب ومش عارف ايه يا خطيب، والساعات مش عارف ايه وسويسرا، وواحد يقول لك اصل افريقيا طالعه براسين، كأن كابتن محمود الخطيب ده فاضل حضراتكم عشان يبقى ماده تاكلوا عليها عيش. ما تطلعوا تتكلموا بقى على اللي بيعمله مرتضى منصور. حد يقدر يطلع يتكلم؟ محدش يقدر يطلع يتكلم. ليه؟ لانكم انتوا عارفين اللي فيها، انتوا دافنينه سوا. انت كنت بتطلع بسكريبت زي ما قال كابتن خالد الغندور، قال لك انا راجل بطلع في قناه الزمالك ما ينفعش انتقد النادي اللي انا طالع في قناته، انا ما ينفعش انتقده وما ينفعش اتكلم عن مشاكله، لازم اخفي مشاكله. تقدر تطلع تتكلم، ما تقدرش تطلع تتكلم. انما النادي الاهلي نقعد نقطع فيه، نهاجم فيه، نقعد نسخن اتحاد الكره على النادي الاهلي. لما مدرب منتخب مصر يقول لك لا انا عاوز لعيبه الاهلي في ماتش اثيوبيا التحصيل حاصل، وهاخده كمان في ماتش تونس اللي هو الماتش الودي، تطلعوا تسخنوا المدير الفني وتقول له النادي الاهلي مش وطني، ازاي يطلب لعيبته؟ لا، لازم المدير الفني يتمسك باللعيبه، المنتخب اولا. واحنا لما نيجي نلعب ماتش مثلا قدام بطل تشاد في ال64 عادي نتخانق ونعمل فيلم عشان لعيبتنا تطلع من المعسكر وتطلع بمساعده حازم امام، نروح نلعب كاس لوسيل ناخد لعيبتنا، ده حلال لينا، ده حلال لينا. اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. ما الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، عندنا ابننا حبيبنا حازم امام اي حاجه بنعوزها بيجيبها لنا. القيد يتقفل واتحاد الكوره خلاص يقول لك القيد اتقفل ومش هيأيد لعيبه لحد، لا لعيبتنا تتأيد، لعيبه نادي الزمالك تتأيد. انما لو الاهلي هو اللي في الموقف ده نعمل 50 حلقه ونقول للناس تعالوا تعالوا تعالوا. الاهلي ابن الدوله اهو بيكسر اللوائح والقوانين على اتحاد الكره الافريقي وعلى اتحاد الكره المصري. القيد اتقفل، فتحوا لهم القيد مخصوص عشان الاهلي ابن الدوله وكله بيترعب من النادي الاهلي وكلمه الاهلي هي اللي بتمشي. مش كان هيحصل كده؟ والله كان هيحصل كده ويتقال كده. انما اي حاجه لينا احنا حلال، اي حاجه للاهلي حرام. طبعا عزيزي المشاهد انا وصلت نهايه حلقتي، اتمنى في النهايه نعمل لايك وشير، والسنه في حلقه ده اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.